اهلا وسهلا متابعي موقع اوان مصر في كل مكان. النهارده هنكون معاكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن الفرق بين تنسيق المرحله الاولى وتنسيق المرحله الثانيه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان تنسيق المرحله الاولى بيبقى مخصص لكليات القمه، وعلشان كده بياخد اقل مجموع في التنسيق المرحله الاولى وهو 88% لشعب علمي علوم، وبتكون كليات القمه فيه زي طب، صيدله، اسنان، علاج طبيعي. انما بالنسبه لعلم رياضه وبياخد من 83% وبتكون كليه القمه فيه زي هندسه، حاسبات ومعلومات. نيجي بقى لكليه الاداب واللي هي بتاخد من 70% وبتكون كليات القمه بتاعتها سياسه واقتصاد والسن واعلام واثار وغيرهم كتير من الكليات. طبعا المرحله الاولى والمرحله الثانيه ما بيفرقوش عن بعض كتير، انما بتكون اهم مرحلتين هي الاولى والثانيه، انما المرحله الثالثه بيشملها اقل مستوى من الكليات والمعاهد. المرحله الاولى دي بتكون للطلاب الحاصلين على مجميع اعلى، انما المرحله الثانيه دي بتكون للطلاب الحاصلين على مجميع اقل بس مش كتير عن المرحله الاولى. انما في الحقيقه مفيش فرق بين تنسيق المرحله الاولى وتنسيق المرحله الثانيه من ناحيه الكليات، انما في حاله امتلاء كليات معينه بالطلاب يتم عمل مرحله ثانيه للكليات. نيجي بقى لتنسيق المرحله الثانيه اللي هيتم اعلانه يوم الاثنين في مؤتمر صحفي هيعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم. نيجي نتكلم مع بعض شويه عن الكليات المتوقعه فيه لشعبة علمي علوم وعلم رياضه وكمان ادبي. هنيجي لعلم علوم الاول، وعلم علوم اللي هيكون متاح فيه طب بيطري وعلوم وكمان زراعه. نيجي بقى نتكلم مع بعض عن علم رياضه، وده اللي بيكون متاح فيه جميع الكليات اذا كان علم رياضه او ادبي، وده اللي ممكن تقدر تدخل فيه حاسبات ومعلومات وسياسه واقتصاد وكمان ألسن. اما بالنسبه للادبي وده اللي بيدخل فيه شعبة علم علوم وعلم رياضه وادبي، وبتكون كليات فيه مرحله ثانيه زي تجاره سواء انتظام او انتساب، ومعانا كمان اداب سواء انتظام او انتساب، واتكلمنا مع بعض في فيديو تاني عن ايه الفرق بين انتظام وانتساب وجميع الاقسام بتاعه كليه الاداب. ومعانا كمان كليه الحقوق غيرهم كتير من الكليات، وده اللي هنتاكد منه يوم الاثنين بعد مؤتمر وزير التربيه والتعليم الدكتور رضا حجازي. استنونا في فيديو تاني هنقول لكم فيه ايه الكليات الاكيده اللي نازله معانا مرحله ثانيه، وكمان هنتكلم عن المرحله الثانيه. استنونا في فيديو جديد. كانت معكم شروق فتحي الباب من موقع اوان مصر.